السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض النهاردة لوليتا الجيلي. هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا، والموضوع يا جماعة حاجة تخطف العقل وبمكونات سهلة. بصوا يا جماعة، عملناها في الفرن بتاعتها وعملناها بالطريقة دي القمر وكده يا جماعة، وداعا لشراء اللوليتا من الشارع. وبصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي. الله، يلا بينا نبدأ الحلقة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي الجمال وحشتوني كتير. بمناسبة الصيف وحر الصيف وولادنا رايحين جايين على السوبر ماركت عشان يجيبوا اللوليتا ويجيبوا الجرانيت التلج اللي هو محطوط في الكونو. انا النهارده هعمله في البيت بطريقة سهلة ووداعا لنزول ابنك الشارع وصحة ابنك تهمنا. يلا بينا. حاجة على بركة الله. معايا 2 كوباية مية. دولت كوباية المية دول بيعادلوا 400 جرام مية اهو. بعد كده معايا الميه دي دافيه يا حضرات. معايا باكو جيلي اللي هو اي نوع جيلي، فراوله معانا. طب الجيلي ده عايزينه مانجا، عايزينه توت، وات ايفر اللي انتوا عايزينه حطوه. انا هعمل لكم الحاجه وحضراتكم تعملوا اللي انتوا عايزينه. طب الكلام ده عايز ايه تاني؟ عايز معلقتين جيلاتين كده بودره زي القمر، ونرفعه على النار مع نص كوبايه سكر. ونزلنا بالسكر يا حضرات مع التقليب بتاعنا اهو. اي نوع جيلي بقى بتحبوه، اي نوع فاكهه عندكم ممكن تضربوها في الخلاط وتنزلوا بيها مع الجيلاتين، هتبقى قمر والف انا وشفا الاولاد. وبعد ما غلي كده يا حضرات اهو. طبعا انا يا شيف، طب ما عنديش انا الفرن دي يا شيف، اعمل ايه؟ ما تعمليش حاجه. شفت الكوبايه دي ست الكل اهي، او اي حاجه شبيهه هنعبيها قدامكم وهنقول لكم ازاي تعبوها وازاي تثبتوا فيها الستيكس بتاعنا. ده بقى اول ما يبرد يا حضرات الخلطه بتاعتنا دي اللي عباره عن جيلي وميه وجيلاتين وسكر. الجيلي ده اي نوع حضرتك عايزه تعمليه اعمليه زي ما تحبي. اي نوع فاكهه هيديكي نفس النتائج. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد. برد يا حضرات الجيلي بتاعنا اهو اهو. هنبتدي نفك دول كده. بسم الله حبيبي يا رسول الله اهو. موضوع سهل جدا لحضراتكم. وهنعبي الشغل بتاعنا اهو. بسم الله. انتهينا من التعبئه. هننزل دي بقى اللي هتمسك معانا الشغل بتاعنا لما نيجي نخرجه اهو. بسم الله. وكل يوم بقى نعمل لهم حاجه شكل. يعني النهارده عملنا الفراوله، بكره نعمل المانجا، بعده نعمل التوت، نعمله بالفانيليا. اللي حضرتك عايزه اي نوع جيلي عايزاه هيشتغل معاكي ويبقى قمر قمر قمر. طب فاض مني شويه هنا وعايز اعمله. انا ما عنديش يا شيف الكوبايات دي. انا احسب الكميه هجيب معايا ازيد، لقيت الكميه مش هتكفي معايا. هجيب انا الكوبايات دي اهي اللي موجوده عندي تمام. هعبيها بالطريقه دي. بسم الله اهو اهو. جابوا 2 اهم بالعافيه اهو، مفيش تاني تمام. طب عايزين نحط الستيك ده، هنجيب السيلفر اهو، هنيجي نغطي بيه كده الموضوع كده اهو اهو. هنغطي كده. انا الميزه في السيلفر ايه؟ ان انا اثبت فيها عود الستيكس بتاعي. اروح خارم خرم صغير اهو، وهنا خرم صغير، واروح منزل العصايه بتاعتي اهي في نص الكوبايه بتاعتي اهو اهو. كل حاجه قدام سيادتك. السيلفر ده ميزته ان هو يثبت معايا. ان طبعا انتوا عارفين ان الجيلي سوفت مش هيثبت معايا، دي اللي هتثبت معايا الموضوع اهو. هيخش التلاجة الفريزر زي ما قلت لحضراتكم الوقت، وهنطلعه وازاي نقدمه لاولادنا على بركه الله. بقى يا جماعه ده بنعمل له حمام ميه سخنه كده لمده دقيقتين، هتلاقي ده نطر معانا وهيطلع زي القمر. طبعا يا حضرات كانت نهايه وصفه اللوليتا. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي. الموضوع والله العظيم يدرس، والف هنا وشفا لاطفالنا. وان شاء الله انتظروني في الجديد. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو. واي وصفه عايزينها على راسي وعلى عينيا. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.